بصور لكم الفيديو ده وانا بشرب نسكافيه والدنيا بتمطر بره. الشتاء رجعت الشتويه، شهري المفضل. ليه؟ بدون اي سبب، انا بحبه خلاص، او يمكن بحبه كرها في الصيف عادي. وحشتوني. انا وحشتكم ولا لا؟ لا عادي مش مشكله. ايه هي المشكله؟ ان انت ما تعملش لايك. دي اكبر مشكله انت ممكن ترتكبها في حق فيديوهات. فاي حد بيشوف الفيديو انزل دلوقتي حالا نعمل لايك. تعالوا بينا نشوف معانا ايه النهارده، عشان ام جاسر عامله قلق. ام جاسر اتجوزت. انت متخيل القلق وصل لحد فين؟ نخش في الموضوع على طول، نخش في الموضوع. سيب لي بقى اللي في ايدك وخش بينا يا ابني على اول فيديو. نص ثقتك واطرد ابويا بره البيت. خسيس برانسيس. خسيس بيانسيس. الا الاب والاب يالا. الاب والاب من غير اب والاب تعيش ازاي؟ الاب والاب دول يا ابني اهم شيء في حياتك. انت ممكن يبقى لك ام واحده لكن 7 اب يالا. 7 اب؟ هي جمعيه حضرتك يعني هيشتركوا السبعه في ازاي طيب؟ الا الاب يالا، الا الاب والاب يالا. الاب والاب انا لسه قايل لك، مش لسه قايل لك الاب والاب اهم شيء؟ حسبي الله ونعم الوكيل. عيل خسيس فرانسيس. عجبها ايه الاداء، عجبها ايه الشقاوه. ايه ده اداء؟ ايه ده حضرتك؟ اكيد ده مش اداء الفروض والسنن يعني. الاداء اللي بيتعدله الشفايف ده اداء مش شريف. طريقة كلام فخامه والهداوه. هي دي كانت معاكي وانت بتعملي الاداء صح؟ اصل انا شايفها متحمسه قوي. عجبها البعبع، عجبها كل حاجه. ايه هو البعبع؟ بجد والله انا عايز اسال يعني. انا كنت شبح قديم بس انا على ايامي ما كانش فيه بعبع. فهل البعبع دلوقتي بقى هو اللي ولا ده حاجه جديده؟ عجبها اني تسول بس في الشياكه. التسول بس في الشياك، يعني نوع اخر من التسول يعني. عمرك فكرت قبل كده هو ازاي بنطول الانسان؟ والله انا كل اللي اسمعه الانسان اللي عايز يطول يلعب عقله، وطلعت معلومه غلط في الاخر. في البداية هنعمل فتحة صغيرة في عظمة الفخذ. حضرتك احنا ما ينفعش نعمل اي حاجه من غير فتحه، لازم اي حاجه عايزين نعملها نفتح على طول صح؟ بحيث ان الكسر يكون متساوي، فتبدأ العظمتين يبعدوا عن بعضهم واحدة واحدة. يعني حضرتك همشي بكام رجل انا في الاخر برضه. بعد كده هنبدأ ندخل جهاز الإطالة في المنطقة دي. اطاله ايه حضرتك؟ جهاز الاطاله ده انا بلعب عليه ظهر انت فاهم، انما اللي انت بتعمله ده في جسم الانسان كتير. بيكون شبه حتة الحديدة كده. الجهاز ده من اسمه انه بيبدأ يمدد العظام في المنطقة دي. ايوه حضرتك، العظام بقى اللي بعدت عن بعضها دي بنلفها مولتو، بنحشيها كريمه، يعني بنعمل فيها ايه؟ بعد كده العضلات اللي حوالين العظام بتبدأ تنمو بشكل طبيعي وبتاخد شكلها. بعد كده بتبدأ تلاحظ الفرق يا معلم. لا ما شاء الله الفرق واضح. بالنسبه للمسمار بنسيبه جوه بيكمل معايا مدى الحياه يعني. هاي تاني هاي. انت تسع مره الاقيكي بتتكلمي بنفس النبره. انا بس عايزه يعني الفت نظركم لحاجه. تلفتي ايه حضرتك؟ يعني الفت نظركم لحاجه. ما قلتيش برضه تلفتي ايه؟ انا ما خدش بالي. هي ايه الفكره ان اي بنوته تكون معجبه؟ معجبه؟ ده ايه بنوته معجبه دي؟ مستغربه يعني ولا ايه؟ انا مش فاهم. طلع الحجاب بيكون شعرها طويل وكثيف ما شاء الله بجد. انت ليه بتختاري كل الحروف اللي ضايعه؟ يعني ما ممكن نختار جمل ولا انت شايفه ايه؟ يعني عايزه افهم، الحجاب بيخلي الشعر احلى؟ انا اللي عايز افهم ايه العجاب ده؟ يعني ده عجب العجاب اللي انت بتقوليه ده. بيكون كثيف جدا. بعد فتره بلاقي شعره متقصف ووايز. ما طبيعي يتقطف ويبوظ، ده شيء بديهي، ده صعب حضرتك. وبعدين بيقول لك ايه؟ الصاعي لو ما كان تعديد ما كان تطلع في ايد. هو الكلام ده من فراغ ولا انا اللي بالفه؟ انا نفسي اعرف ايه نوع الرقصه اللي انتوا بترقصوها، بس باين عليكم اجانب جدا. اشرف مين؟ اشرف مين؟ الله يخرب بيوتكم. طب قولي حاجه ما نقدرش نصدقها على الرجاله، انه ما يخونش او ما يبصش. الله ينور عليك يا راجل، معروف انه خاين. امال بتندهشوا ليه بقى ولسه بتعملوا مشاكل عن الموضوع ده؟ ما فيش راجل ما بيبصش. مظبوط بقى، الا لو اعمى بقى حضرتك يعني. انما راجل ربنا مديله عينين ما يستغلش النعمه هنلحد. انا بهزر عشان ما تلبسونيش في حوار اكبر مني. اي راجل بيبص. انا لو معاكي اكيد هبص، يعني خلينا صراحه. كلهم كدابين، كلهم بتوع حوارات، بياخدونا لحم ويرمونا عظم. لا ثواني كده، فين اللحم؟ فين اللحم لو سمحت حضرتك؟ يا ريت نقول كلام في المصداقيه بقى. انهم بيحبوا بجد. احنا بنحبش بجد فعلا، دي حقيقه. احنا بنحب اي يا جماعه. هو انتوا كلكم حاطين جليتر على جسمكم؟ يعني انتوا كان معاكم كميه زياده قلتوا تفرشوها؟ ما بيبصوش بره خالص. ايه الخرس ده بجد؟ انا عايز اعرف مين الميك اب ارتست المسؤوله عن التشوه البصري اللي احنا شايفينه ده كله. ده هي واحده عامله لهم كلهم. ان هم مش خاينين، دي حاجه احنا عمرنا ما هنصدقها طبعا. انا شيء بديهي يعني.
بصي عمرك ما تدي ثقه الراجل ويطلع قدها. يعني حضرتك محجبه، انا قلت ان انت مختلفه طلعتي عامله نفس اللوك، مفيش فايده. لا هي تصدق عشان هم كدابين فعلا. هو احنا قلنا ايه ضحك؟ احنا لسه ما بنتكلم، لسه هنشوف هنضحك امتى. يا شيخه ده حاجه تقرف والله. استنى اخد بقى. ان هو يحب واحده بس، يعني لا هو بيحب واحده بس عينيه بقى بتبص على كتير قوي، عينيه مش بتبص على واحده بس. يعني انا مش فاهم انتوا عايزين واحد احول؟ يعني انا مش فاهم والله ابدا انه مش خاين ومش كذاب. ده ايه حضرتك الجايزه اللي في ايدك دي جايزه الطاووس يعني لاحسن ممثله؟ انت بتطيري في الافلام ولا ايه؟ اصلا على طول كده. اقسم بالله. اقسم بالله ده انا شبعانه خزوقه. هو ده الخازوق ال 500 ليا ده. عاوز يرضى ربنا يا فجر يا اللي بتاعت مش عايزه غيرك انت. بنات اللي في سنك لما كانوا معايا في الدروس كان عندهم شنب ابن لذين هيتعمل دوجلاس. انتوا عادي كده بتبوسوا في السن ده؟ طب انا عايز اعرف انت لما بتحب توعدها بتوعدها بايه مثلا؟ ان انت مش هتشخ على نفسك تاني مثلا؟ انت اتجننت؟ تدخل فين؟ انت عايز تعمل لي مشكله؟ بتقول لك اما جوز يجي عندي في ايام ضيرتي، يعني جوزها متجوز ضايع عليها وكل واحده ليها ايام، فهو جاي يخالف القواعد بقى. علشان خاطر يا نوجه دي خدمه انسانيه لواحد صاحبي عزيز عليا قوي لسه متعرف عليه. لا يا طارق ما تسبليش بليز. ما سبلاش طيب بليز عشان ما تضعفش. ده يوم ضيرتها، ما ينفعش ضيرتها لو عرفت تاكلها علقه. وبعدين النظام نظام 3 ايام هنا 3 ايام هنا ويوم راح. 5 ثواني. نو. هخش بالكنترول روم 5 ثواني اجيب البنات واخرج. 5 ثواني. ما قالت لك نو انت ايه؟ هي ضيرتها عطلانه النهارده يعني؟ طبعا اللي سالتوه خاف يجاوب، ده شيء بديهي يعني مش عايزكم تتضايقوا. ما عرفتيش تخش من البوابه، ده طبعا شيء بديهي مش عايزكم تستغربوا. ما يمكن الحته فيها تكدس سكاني ولا حاجه، ما احنا مش عايزين نسحب الدنيا اكتر من كده. كتر خيرهم ان هم قدروا يعملوا كده يعني. وبعدين في حاجه انا مبسوط بيها جدا، ان انتوا قاسمين الكدر بينكم بالعدل، وده شيء يذكر بصراحه. بيسألوني مين ده؟ مين اصلا اللي بيسالوه؟ انا اقول لكم مين ده. ايوه صح، قولي لنا مين ده. ده اللي لو طلب مني عينيا هديها له فوقها هديه. مين ده؟ وجوده في حياتي كل يوم الصبحيه. الصبحيه؟ وبعد الظهر بتمشيه يعني ولا ايه؟ ده كفايه عليا. صبحيه وعليا، اللهم صل على النبي. شعر ده يا جدعان. اقعد والبس بسرعه. ايه ده؟ هو حمايه جه؟ يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم يا تيك توك على الصبح. ايه ده ازاي ده حضرتك؟ يعني انت حضرتك مش علاقها من لسانها ولا انت بتعاضد شفايفها ولا انت حضرتك مش علاقها فيك كده ازاي؟ انا جايب الفيديو ده عشان بتساءل، يعني حد يفهمني ده بيحصل ازاي؟ ده ايه يا حاج؟ في الفيديو كله كده بتمرني عضلة اللسان ولا ايه؟ جات لنا كلنا فرصه ان احنا نموت في 2020 واحنا اللي ضيعناه. قعدنا نحافظ ونلبس كمامات وبتاع، اديك شايف عشت لحد 25 بتشوف ايه؟ ايوه بقى ام جاسم بقى اتجوزت بقى وعايشه في قصه حب مع ابو رجوله ده. انا كنت فاكرها حافظها بس عرفت ان هو في قصه حب معاه. انت بتقفشي في ايه يا ام جاسم؟ دي عضله عادي. بقول لك ايه، قول يا علي. لو الرجوله بالشنب كان الصرصار سيد الرجاله. انت بتعمل علاقه مع صراصير يالا؟ في صرصار يكبك قبل كده طيب؟ ده تعالوا بقى يا روحي. انت عايز صح؟ انا عارف عايز، مش هينفع نقول. ما شاء الله انت ممكن تعمل كده لام جاسر تطلع 4 كيلو لحمه ولا حاجه ضاني. بتقول لك يلا بقى خلينا حقنهم. تخيل بنت ممكن تغير من ام جاسر مثلا عشان ام جاسر في علاقه، يعني دي انا لو عرفت البنت دي هقتلها. طيب يا حبايب قلبي ده كان اخر فيديو معانا. اتمنى الفيديو يكون عجبك، واتمنى لو نسيت تعمل لايك اعمل لايك، يعني حاجه سهله. نتقابل على فيديو جديد بالف خير. بس قبل ما نقفل الفيديو في لينك سايبهولك مجمع كل السوشيال ميديا بتاعتي، حاول تيجي في كل حته تتابعني، ويا ريت تيجي على قناه الواتساب عشان ابعت لكم لينكات الفيديوهات الجديده. السلام عليكم.